السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة 5 ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل معانا حل المعادلات. عرفنا المرة اللي فاتت إن كلمة معادلة يعني فيها يساوي، وإن تعبير رياضي يعني ما فيهوش يساوي، وإن المتغير أو المجهول الرمز اللي احنا بنحطه معانا في المعادلة زي X Y Z، أي حرف أو رمز يبقى ده اسمه مجهول. طيب النهاردة إن شاء الله هنعرف يعني إيه حل المعادلة. لما يقول لي كلمة حل المعادلة يعني عايزني أجيب له المجهول بكام. يعني إيه المجهول بكام؟ يعني أشوف له الرمز بكام. يعني لما يقول لي مثلا x زائد 1 بيديني 4، هو كام زائد 1 يديني 4؟ المفروض 3، يبقى المفروض مكان الإكس ده يبقى ب3. هي دي كلمة حل المعادلة أو اوجد قيمة المجهول، يعني يعرف الرمز اللي عندي بكام. طيب احنا هنكتب دلوقتي كام معادلة كده ونشوف احنا بنجيب الرمز ازاي علشان نلخصهم في الآخر بطريقتين بس. أول معادلة عندنا لو أنا جيت قلت كده سؤال زي اللي احنا لسه كاتبينه، x 1 زائد x بيساوي 3، أو ممكن أقول 3 ناقص x بيساوي 2. تعالوا نبص كده في السؤالين دول. 1 زائد كام يديني 3؟ طبعا في ناس شاطرة هتقوم قايلة 1 زائد 2، يبقى المفروض هنا عشان اجيب الإكس ب2. طب انا جبت الاتنين ازاي؟ ان انا طرحت 3 ناقص 1، فبقول هنا الإكس بتساوي 3 ناقص 1. 3 ناقص 1 كام؟ 2. طيب هنا بيقول لي 3 انقص منها كام يتبقى لي 2. المفروض التلاتة اشيل منها 1 يبقى اتبقى لي 2، يبقى الإكس هنا ب1. طب الواحد جه منين؟ ان انا طرحت 3 ناقص 2، يبقى انا الإكس هنا علشان اجيبها طرحت 3 ناقص 2 ادتني 1. ايه ده يا ميس؟ طب المسألة دي اللي فوق كانت مسألة جمع، وعشان اجيب الإكس طرحت. المسألة دي كانت طرح، وعشان اجيب الإكس برضو طرحت. فبنقول هنا لو المجهول في النص اطرح من غير ما تبص. يعني ايه المجهول في النص؟ بصوا كده، الإكس هنا في النص ما بين الرقم ده وما بين الرقم ده. المجهول في النص اطرح من غير ما تبص، ما تبصش المسألة أصلا جمع ولا طرح، اطرح على طول. يعني أنا لما ألاقي كده هنا كاتب لي 3 زائد إكس بيساوي 7، على طول الإكس فين؟ في النص، يبقى أنا هطرح. يبقى عشان أجيب الإكس هطرح 7 ناقص 3 تديني 4. وفعلا أنا لو حطيتها كده قلت 3 زائد كام يديني 7، هيديني 4. طيب تعالوا ناخد سؤالين تانيين. لو أنا جيت بقى اكس دي يا ميس او المجهول اللي كان عندي مش موجود في النص، يعني مثلا سؤال زي ده كده بيقول لي اكس زائد 1 يديني 4، الا ازود عليه 1 يديني 4، او اكس ناقص 2 يديني 3. تعالوا نمشي مع المسألة واحدة واحدة. كام زائد 1 يدينا 4؟ في ناس شاطرة هتقوم قايلة 3. برافو، جبنا ال3 منين؟ ان احنا طرحنا 4 ناقص 1 ادتني 3، يبقى الاكس هنا ب3. طيب هنا كام انقص منه 2 يديني 3؟ ايه اللي انقص منه 2 يديني 3؟ في ناس شاطرة قوي هتقوم قايلة ال5. برافو، لان ال5 لو شلت منها 2 هتتبقى لي 3. يبقى انا عملت عملية ايه هنا كده؟ جمع. ما طرحتش بقى 3 ناقص 2 تديني 1، لا ده انا جمعت 3 زائد 2 5. يبقى هنا عشان اجيب الاكس قلت 3 زائد 2 ادتني 5. ايه ده يا ميس بقى؟ ده احنا كده اتلخبطنا خالص. دي كانت مسألة جمع وعملناها طرح، دي كانت مسألة طرح وعملناها جمع. بس هنا المجهول فين؟ مش في النص. وبص بقى بنقول ايه؟ الاول مش موجود اعمل عكس الموجود. يعني ايه بقى؟ الاولاني هنا مش موجود نعمل عكس الموجود. لو هي مسألة جمع فانا بخليها طرح، اقول 4 ناقص 1 ادتني 3. ها طب هنا الاول هو مش موجود اعمل عكس الموجود، دي مسألة طرح يبقى هخليها جمع. يبقى 2 زائد 1 2 زائد 3 5. طيب في ناس هتقول لي يا ميس ما احنا هنعرف نجيب الارقام كده. اما انا عايزه بقى اعرف الطريقه علشان هبتدي اجيب علامات عشريه، ارقام فيها بوينت، ونجيب الرقمين بكام. فاحنا لازم نعرف من هنا ان احنا عندنا المجهول ليه حالتين، غير طبعا ان هو يبقى موجود في الناتج. يعني ممكن يجي يقول لي هنا 2 زائد 3 بيساوي اكس، طبعا انا عارفه هنا ان ده الناتج، يبقى انا هعمل عمليه الجمع عادي. او يقول لي 5 ناقص 2 بيساوي اكس، يبقى انا هعمل عمليه الطرح عادي. يبقى غير ان المجهول في الناتج، المجهول ليه حالتين، يبقى موجود في النص يبقى موجود في الاول.
لو موجود في النص اطرح من غير ما تبص، ما تبصش المسألة جمع ولا طرح أصلا. طب لو الأول مش موجود اعمل عكس الموجود، الجمع خليها طرح والطرح خليها جمع. طب تعالوا ناخد أسئلة بالمنهج عندنا بقى عشان نفهم الموضوع ده أكتر. تعالوا نبص كده على المعادلات اللي موجودة قدامي. بيقول لي اوجد قيمة المجهول في المعادلات الآتية. مجهول يعني الرمز، يعني عايز يعرف الرمز هيبقى بكام. 2.3 زائد إكس بيساوي 9.4. إيه هي المجهول فين؟ الإكس دي موجودة فين؟ في النص أهي ما بين الرقمين دول. المجهول في النص اطرح من غير ما تبص، يبقى أنا علشان أجيب الإكس هنا مش هبص أصلا هي عليها جمع ولا طرح، أنا هطرح على طول. ولازم نتأكد واحنا بنطرح إن احنا بنكتب الكبير الأول وبعد كده الصغير. ونيجي نطرح 4 ناقص 3 1، هنزل البوينت 9 ناقص 2 7، يبقى المفروض الإكس يبقى مكانها 7.1. طب أنا طالب دلوقتي قاعد وعايزة أتأكد إن الرقم اللي أنا جبته صح. هو مش بيقولي إن 2.3 لما أزود عليها الإكس هيديني 9.4، وإحنا جبنا الإكس ب7.1. تعالوا كده نتأكد ونجمعهم مع بعض ونشوف فعلا هيطلع الناتج زيهم ولا لأ. هجمع 2.3 زائد الإكس اللي هي 7.1، 3 و1 4، البوينت تنزل، و7 و2 9، فعلا طلعت لي الناتج صح. طيب نيجي نبص في المسألة اللي بعدها. بيقول لي ال ناقص 2.45 بيساوي 26. فين المجهول هنا؟ ال دي فين؟ في الأول. الأول مش موجود، اعمل عكس الموجود، يبقى بدل ما هي جمع، بدل ما هي طرح، أنا هخليها مسألة جمع عشان أجيب ال. يبقى هعمل 26 زائد 2.45. طبعا احنا بنتأكد ان عدد الأجزاء متساوية، ده عنده جزئين يعني لحد الجزء من 100 وده كمان جزئين، يبقى زي بعض، يبقى هنجمع عادي. 6 و5 11، 1 ومعايا الواحد، 1 و2 3، 3 و4 7، البوينت نزلت، وصفر و2 هي الاتنين، يبقى كده ال مكانها 2.71. طيب في المسألة التالتة إكس زائد 7 بيساوي 1.9. فين المجهول هنا؟ الإكس. طب الإكس دي فين؟ دي في الأول اهي خالص. الإكس مش موجودة، الأول مش موجود، اعمل عكس الموجود. دي مسألة جمع، يبقى أنا علشان أجيب الناقص ده هحولها لمسألة طرح. يبقى هقول 1.9 ناقص 7. 9 ناقص 7 2، البوينت هتنزل، 1 ناقص 0 1، يبقى كده الإكس مكانها 1.2. طيب تعالوا ناخد كام سؤال كمان. بيقول لي 2.45 ناقص زي أو زد بيساوي 1.3. فين المجهول؟ أهو. فين؟ ده مش في الأول، ده فين؟ ده في النص. ها، المجهول في النص اطرح من غير ما تبص، أنا مش هبص أصلا المسألة جمع ولا طرح، أنا هطرح على طول. يبقى هقول 2.45 ناقص 1.3. ولازم نتأكد إن عدد الأجزاء متساوية، ده عنده جزء من 10 جزء من 100، ده عنده جزء من 10 بس، يبقى هيساوي الأجزاء وأحط هنا 0. 5 ناقص 0 5، 4 ناقص 3 1، البوينت هتنزل، و2 ناقص 1 1. طيب هنيجي نبص على المسألة اللي بعدها. 2.45 زائد n بيساوي 5.24. فين المجهول؟ الn. فين؟ في النص، اطرح من غير ما تبص، أنا لسه هبص على المسألة جمع ولا طرح؟ أنا هطرح على طول. 5.24 ناقص 2.45. تعالوا نطرح بقى. 4 ناقص 5 طبعا مينفعش صغير أشيل منه كبير، فهستلف من الاتنين 1، والواحد اللي خدته يقف جنب ال4 كده، فتبقى كام؟ 14. 14 ناقص 5 يبقى عد بعد ال5، 6 7 8 9 10 11 12 13 14، يبقى كده 9. 1 ناقص 4 برضو صغير ناقص كبير مينفعش، يبقى هستلف من 5 تبقى 4، والواحد يقف جنب الواحد، بقت 11. 11 ناقص 4 عد برضو بعد ال4 لحد ما اوصل لل11 تديني 7، البوينت هتنزل، و4 ناقص 2 2، يبقى كده الN مكانها 2.79. وطبعا احنا قلنا لو عايزين نتأكد اعمل المسألة واشوف هتديني الناتج ولا لا، يعني اجي على جنب واجمع 2.45 زائد 2.79، هيديني 5.24، يبقى انا كده جبت الN صح.
طيب نيجي نبص على اللي بعدها، فين المجهول؟ الواي. فين؟ في الأول، واحنا قلنا الأول مش موجود، نعمل عكس الموجود. يبقى المسألة هنا بدل ما هي طرح أنا هخليها مسألة جمع. يبقى هقول كده 1.26 زائد 4.5، وقلنا لازم نساوي عدد الأجزاء، ده عنده جزء من 10 جزء من 10، ده جزء من 100، مفيش هنا جزء من 100، فهحط صفر. 6 زائد صفر 6، 2 و5 7، البوينت تنزل 1 و4 5، يبقى كده الواي مكانها 5.76. طيب المسألة اللي بعدها بيقول لي 4.5 زائد 3.41 بيساوي ايه؟ ايه ده بقى؟ هنا الرمز هنا ولا في النص ولا في الأول، ده فين؟ ده في الناتج خالص بره في الآخر. طب هو عايز نعمل ايه؟ عايزني أجمع ده زائد ده وأقول له بيساوي كام. يبقى أنا هنا عايزة عملية الناتج بتاع العملية اللي موجودة عندي عادي. يبقى أنا هجمع عادي 4.5 زائد 3.41. اتفقنا لازم نساوي عدد الأجزاء، فلازم ده أحط له صفر. 0 و1 1، 5 و4 9، بوينت هتنزل، و7 و3 و4 7. ده كده عشان نعرف ازاي نجيب قيمة المجهول. طيب اوقات يجيبها لي ويعمل لي نموذج شريطي. تعالوا نبص كده هنا. طيب هنيجي نبص بقى هنا، هو مديني النموذج الشريطي. احنا النموذج الشريطي ده اخدناه السنة اللي فاتت في سنة رابعة ابتدائي، وعارفين ان هو عنده 3 حاجات. الجزء اللي فوق ده اللي هو احنا بنحطه فوق ده الكل الكبير، واللي تحت ده جزء وده جزء صغير وصغير. طيب يا ميس انا هعرف في المعادلة اللي عندي مين الكبير ومين الصغير ازاي؟ تعالوا نبص كده هنا. لو انا اديتكم دلوقتي مسألة جمع ومسألة طرح، يعني مثلا 2 زائد 3، 2 زائد 3 بتديني كام؟ 5. طب لو قلت 4 زائد 3 هتديني 7. دي كانت مسألة جمع. مين كان أكبر حاجة عندي هنا؟ هنا كانت ال5 اللي هي الناتج، هنا كانت ال7 اللي هي الناتج. يبقى الجمع الكبير هو الناتج. طب تعالوا نبص لو مسألة طرح، يعني أنا لو قلت 5 ناقص 2، 5 ناقص 2 هتديني 3. طب لو قلت 7 ناقص 1، 7 نقص منها 1 تديني 6. مين هنا كان الكبير؟ اللي احنا بنشيل منه أكيد اللي هو الأول. هنا ال5، هنا ال7. يبقى أنا عندي حالتين. لو مسألة جمع الكبير اللي هو الكل بيبقى الناتج، لو مسألة طرح الكبير اللي هو الكل بيبقى الأول. يبقى نخلي بالنا في الجزئية دي عشان مهمة قوي. يبقى أنا لو مسألة جمع الكبير بيكون الناتج، لو مسألة طرح الكبير بيكون الأول. يبقى الجمع الكل أو الكبير بيبقى الناتج، ولو طرح الكبير أو الكل بيكون الحد الأول. فأنا هاجي أبص على مسألة مثلا زي المسألة الموجودة عندي هنا، 21.5 زائد اس بيساوي 23.56. طبعا أنا علشان أجيب الاس معروفة اهي، الاس دي في النص، يبقى أنا هطرح. طب أنا عايزة أكتبها في المخطط الشريطي، هي دي مسألة ايه؟ جمع. يبقى مين الكبير؟ الناتج اللي في الآخر. يبقى هنا 23.56. طب الاتنين التانيين يبقى هي دي الأجزاء، يبقى هنا 21.5 وهنا الإس، أو ممكن أبدل الإس هنا و21.25 هنا. طب عشان أجيب الإس ده في خانة الأجزاء يبقى في الصغير، يبقى هنطرح. يبقى هطرح عادي 6 ناقص 5، يعني ممكن أكتبهم كده تحت بعض أهو. 6 ناقص 5 1، 5 ناقص 0 هي ال5، البوينت تنزل، 3 ناقص 1 2، و2 ناقص 2 0، يبقى هتطلع 2.51. يبقى دي الاس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي دي ناقص 2.31 بيساوي 3.2. أول حاجة أنا عرفتها إن أنا عشان أجيب الدي ده الأول يبقى مش موجود، هعمل عكس الموجود، يبقى أنا هعمل عملية جمع. يبقى أكيد دي الكبيرة، لأن احنا قلنا لو مسألة طرح الكبير بيبقى الأول، يبقى ده الكبير، يبقى ده الكل، ده اللي هيتحط فوق، والاتنين التانيين هيتحطوا تحت. يبقى أنا عشان أجيب الدي الكبيرة دي كلها هعمل عملية جمع. يبقى أقول 2.31 زائد 3.2، ومننساش إن احنا نساوي عدد الأجزاء، بحط هنا 0، 1 و0 1، 3 و2 5، نزلنا البوينت، و2 و3 5. يبقى هنا الدي ب5.51.
طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكس زائد 1 و26 بيساوي 2.4. أول حاجة لو أنا هعمل في المخطط الشريطي ده أو النموذج الشريطي ده، أنا ببص الأول دي مسألة إيه؟ دي جمع، يبقى الناتج هو الكل ده الكبير، يبقى هحط هنا 2.4 واحط تحت الاكس وهنا 1 و26. طب عشان اجيب الاكس فين؟ في الاول مش موجود، اعمل عكس الموجود، يبقى انا هعمل عملية طرح. وفي ناس ممكن تجيبها من هنا تقول لي هنا الاكس مكان الاجزاء والجزء ده صغير عشان نجيبه بنطرح، يبقى هطرح 2.4 ناقص 1 و26. وما ننساش نساوي الأجزاء عشان ما يطلعليش الناتج غلط، ده عنده جزء من 10 وما عندوش الجزء من 100، فهحط 0. 0 ناقص 6 ما ينفعش، هستلف دي بقت 3 وده 10. 10 ناقص 6 4. 3 ناقص 2 1. أنزل البوينت و2 ناقص 1 1. يبقى الإكس مكانها 1 و14. النهاردة كده عرفنا ازاي نجيب المجهول في المعادلة، سواء مسألة جمع أو مسألة طرح وفيها حاجة ناقصة. ممكن السؤال يجيلي في طريقة تانية، ممكن السؤال يجيلي بصيغة مختلفة وعايزين نفرق ما بين الثلاث حاجات دول، الثلاث أسئلة دول. لما يقولي المتغير في المعادلة دي هو نقط، عايز يعرف مين المتغير بس، مين هنا الرمز بس، يبقى أنا هقوله هنا مين؟ البي. لكن لما يقول لي قيمة المتغير أو قيمة الإكس في المعادلة دي هي، يبقى عايزني أعرف الإكس هتبقى بكام. يبقى لما يسأل على المتغير نفسه يبقى أنا هقول له مين الرمز اللي موجود، لكن لما يسأل على قيمة المتغير يعني عايز يعرف قيمته بكام، يعني بالأرقام بكام. فطبعا هنا أنا علشان أجيب الإكس دي في الأول مش موجود، نعمل عكس الموجود، يبقى هنطرح، يبقى 5 و6 ناقص 1 و6. 6 ناقص 6 0. 5 ناقص 1 4. والصفر طبعا كده ما بقاش لي لازمة، يعني أقدر أقوله إن الإكس هنا ب4. طب لما يسألني يقول لي العملية المستخدمة لإيجاد قيمة الفي في المعادلة دي، هو مش عايز هنا بقى الفي بكام، هو عايز يعرف العملية اللي هتستخدمها، يعني أنت هتجمع ولا هتطرح. فأنا هبص على الفي فين؟ في الأول، وإحنا قلنا الأول مش موجود، نعمل عكس الموجود، يبقى بدل ما هي طرح يبقى أنا المفروض أعمل عملية جمع، يبقى أنا هقوله العملية المستخدمة هي الجمع، أنا مش عايزة أجيب الناتج بكام. النهاردة خلصنا المفهوم الأول في الوحدة التانية اللي هو إيجاد قيمة المجهول أو المتغير في المعادلة. يا رب تكونوا فهمتوا، ما تنسوش لو فهمتوا اكتبولي في التعليقات لو في حاجة ما فهمتوهاش، ولو فهمتوا ما تنسوش تبعتوا لأصحابكم وتشيروه وتعملوا لايك، وأشوفكم بخير. السلام عليكم.